شاب هندي يمتلك أضخم ذراع في العالم بسبب طفرة جينية. بابلو باشي شاب هندي يبلغ من العمر 25 عاما، لا يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي كأي شاب آخر بسبب خلل جيني أدى إلى إصابة أحد أطرافه بمرض العملاقة أو ما يعرف باسم تضخم النهايات، حيث تنمو ذراعه باستمرار وحتى وصلت حتى اللحظة إلى 20 كيلوغرام. مرض العملاقة الذي يعاني منه بابلو أدى إلى نمو مفرط في أنسجة ذراعه الأيمن بسبب إفراز هرمون النمو أكثر من الطبيعي واللازم نتيجة للخلل الجيني، ما وضع حدا أمام كسب رزقه، فهو لا يستطيع العمل في وظيفة ثابتة لأنه يحتاج إلى راحة كل 10 دقائق بسبب وزن ذراعه الثقيل، كما أنه بحاجة إلى الراحة كل 10 دقائق أثناء المشي أو أثناء بذل مجهود حتى لو كان بسيطا. يذكر أن بابلو عانى من المرض منذ ولادته، وكلما تقدم بالعمر كلما زاد وزن ذراعه الأيمن، كما أنه يعاني من آلام شديد في ذراعه كلما قام بغسلها. وبسبب منظر ذراعه الغريب عانى بابلو خلال طفولته من سخرية الجميع والاضطهاد وهروب الأطفال منه، كما أنه لقب بلقب الطفل الشيطان. هذه الظروف أجبرته على الانتقال إلى مدينة مومباي الهندية باحثا عن فرصة عمل وحياة جديدة، لكن حاله لم يتغير وعانى من النبذ والتمييز بسبب حالته النادرة، كما أنه تعرض للضرب من أصحاب بعض المتاجر بسبب طلبه للعمل لديهم. وبسبب الفقر المدقع لم يتمكن بابلو من توفير العلاج اللازم لعلاج حالته الاستثنائية، فهو بحاجة إلى عمليات جراحية لتجميل شكل ذراعه التي وصلت إلى مراحل متقدمة، لكنه لا يملك المال لذلك ويقتات حاليا من التسول في شوارع دلهي، كما أنه غير قادر على الزواج بسبب رفض أي فتاة الاقتران بشاب بهذه الحالة الغريبة.